السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الكيك هذا اللي تيجي هائل، تيجي خفيف وكذلك بواحد الكريمه اللي هي تتجي كذلك لذيذه بزاف بزاف. هذه الكريمه هذه بطريقه اللي مبسطه جدا، يعني يمكن اي وحده ديرو في المول العاجب. نتمنى هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم، ونخليكم دابا مع المقادير والطريقه. بالنسبه للمقادير هنايا اول حاجه هي واحد الخميره ديال 16 غرام، كذلك الفاني، يمكن نديرو الفاني السائله ولا الفاني ديال السكر عادي، كاس هكا ديال السكر سنيده، هنا 4 كاس ديال الحليب، 4 كاس ديال الزيت، 3 ديال البيضات الا كانوا من الحجم الكبير، كانوا من الحجم الصغير نديروا 4 ديال البيضات. حتى المول الا كان عندنا كبير من الاحسن نضيفوا هكا 4 ديال البيضات، لان هذا المول هلا انتم غتشوفوه ماشي كبير بزاف. بالنسبه للدقيق تخلي فيها كاس وكاس اللارب، يعني كاس عامر وزدت عليه كاس اللارب ديال الدقيق. هادشي اللي تخلي فيه. نتوما غتضيفوا عينيكم ميزانكم، يعني الكيك ما يكونش ثقيل، يكون شويه خفيف. هنا انا اي كيك ضروري غندير فيه واحد القبيصه ديال الملح. انا درت شويه ديال المليحه، غادي نضيف البيض مع وغادي نطربو مع سكر سنيده. الا كنتو غتضيفوا حتى السكر يعني سكر الفاني غتضيفوه في الاول. الا كنتو غديروا يعني الفاني السائله يمكن لكم تضيفوها حتى من بعد، ماشي مشكل. هنا ضروري اي كيك باش يطلع لينا مزيان خصنا نطربوه مزيان مزيان، تيولي لنا هذاك البيض مع السكر بحال هذا الشكل، كيتضاعف الحجم ديالو ويولي بحال الابيض، يعني هكا باش تيجينا الكيك هشيش ومهاوي، يعني بلا ما نسقيوه بلا والو. الا ما طربناهش هكا ما تيجي شويه الكيك هكا مدقش شي شويه وتيجي قاصح. يعني نحاولوا نطربوا البيض الماكسيموم هكا باش تيجي مهاوي. انا ضفت هنا شويه ديال الفاني، كذلك غادي نضيف هنا الزيت. هنا غادي انا راني حيدت هنا الخلاط الكهربائي، انا ناخذ غير هكا الخلاط اليدوي بحال هكا. راني دابا هنا راني مسرعه الفيديو شي شويه، ولكن نخلطو غير بشويه بشويه، ما نطيحوش هذاك البيض من الفوق لتحت من الفوق لتحت. يعني هاد الخطوات بحال هكا هما اللي تينجحوا لينا الكيك. الا كنا غنديروا كلشي في دقه واحده ونخلطوا كلشي يعني هكا باش تيجي داك الكيك مهاوي ورطب. ثم غادي نبقى نضيف الحليب شويه بشويه على دفعات، ما نضيفوش بدقه واحده، لان ضفنا في دقه واحده غادي يهبط لينا هذاك البيض. نضيفو غير بشويه بشويه، حنا نطربو هكا غير بشويه من الفوق لتحت من الفوق لتحت، او شي ملعقه خشبيه. المهم حتى ساليت هذيك الكميه ديال الحليب. غادي ندوز للدقيق. غادي ناخذ هنا من الاحسن الدقيق خذوا نوعيه جيده، ولا خذوا الدقيق اللي خاص بالحلويات. انا ضفت هنا الدقيق اللي خاص بالحلويات، وضفت معاه هذاك الساشيه ديال 16 غرام. ومن طبيعه الحال ضروري الدقيق في اي كيك ضروري خصو يكون مغربل. من الاحسن نغربلوه المره الاولى ولا جوج والمره الثانيه هكا باش تجينا هذاك حتى هو تيعاون باش الكيك تيجينا هكا مهاوي. صافي غادي نبقى نضيف الدقيق مع ديك الخميره ديال الحلويات شويه بشويه حتى نسالي هذاك الكميه. كما قلت لكم الخليط ما يكونش قاصح، يكون شويه هكا خفيف وماشي خفيف ثاني بزاف هكا باش تجينا هذاك الكيك تيجينا مهاوي وتيجي رطب. صافي غادي نستمر بحال هكا نخلط من الفوق لتحت من الفوق لتحت، وانا تنضيف هذاك الدقيق حتى نسالي هذاك الكميه كلها. صافي هنا خديت المول. انا خديت هذا المول هذا كما شفتوا راه ما كبيرش بزاف، ودرت دهنته بالزبده ورشيت فيه الدقيق، وفي القاع كاع درت ورق الفرن هكا غير باش ما تلصقش لينا. صافي وغادي نضيف عليها نكب فيه هذاك الخليط ديال الكيك. هانتوما تتشوفوا القوام ديالو، يعني ماشي يعني يجينا هكا شويه خفيفه، يعني مخليناه شويه هكا خفيف ماشي قاصح بزاف، باش كما قلت لكم تيجي هذاك الكيك شويه رطب ومهاوي. هنا تناخذ هذاك المول وتبقى نضربو هكا مع سطح العمل هكا غير باش ديك الفوقعات اللي تيكونوا في العجينه تيخرجوا وتيتقد لينا. صافي وغادي ندخلو على الفران على 160 درجه حتى يتحمر لينا من طبيعه الحال من الفوق ومن التحت. صافي هنا كما شفتوا من بعد ما طاب تيجي هكا تجي محمره هكا تحمرات من الفوق ومن التحت. صافي وبردات واحد شويه، خليته حتى برد واحد شويه، عاد قلبته هكا في طبق ديال التقديم. وهنا عاد غادي ندوز باش غادي نوجد له الكريمه ونزينه. هانتوما يعني انا هذا الورق هذا الفرن تنديرو هكا غير احتياطا باش ما يلصقش لينا. بعد شي مره هكا تيلصق لي شي شويه من الاحتياطا هكا درتو. بغيتو ديروا غير الزبده والدقيق يمكن لكم ديروا غير الزبده والدقيق وتكبوا فيه مباشره. هنا بالنسبه للتزيين انا خديت هنايا الكريمه ديال البيستاج
وخديت الشوكولات يعني الاسود. يعني يمكن لكم تزينوا نتوما. انا غير بغيت نوجدهم، عاد نوجد الكريمه. أنا غادي نوجد نحطهم على جنب وغادي ندوز باش نوجد الكريمه. هادو غير للتزيين. بغيتو ديروا الشوكولات ابيض ولا الشوكولات ملون ولا غير الشوكولات اسود هكا وتزوقوا به، مهم تيبقى لكم الاختيار. يمكن لكم ما تزوقوش كاع، ديروا غير طرانش ديال شي هكا الفروتا ديال الفريز ولا شي حاجه هكا، مهم اللي بغيتو. دابا غادي ندوز باش غادي نوجد معكم الكريمه انا خديت هنايا واحد 250 مليلتر ديال الكريم فريش. ما توفرتش عندكم هاد الكريمه يمكن لكم تضيفوا غير الحليب، تيبقى لكم نتوما الاختيار. انا هاد الكريمه هادي تعطي واحد المذاق زوين. ملي تنضيفوا القشده تعطي واحد الكريمه زوينه لذيذه. ما توفرتش عندكم ماشي مشكل، ضيفوا غير الحليب وغتضيفوا معاه الكريم باتيسير ماشي مشكل. انا ضفت الكريمه 250 مليلتر ديال القشده، زدت معاها واحد نص كاس ديال الحليب، وضفت 2 معالق كبار ديال النشا، وكذلك درت 2 معالق كبار ديال سكر سنيده وواحد الفاني. الا كنتو غتضيفوا الحليب ضيفوا معاهم 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير اللي تيتباع في المغرب، راه معروف كريم باتيسير هذاك غديروه غبره صافي. وغتضيفوا سكر سنيده وغتردوه حتى يطيب. هنا واحد اللقطه انا ما تصورت هو فاش طفيت عليه غادي نضيف عليه واحد 6 ديال المرصويت هكا ديال الشوكولاط ابيض. هاد الشوكولاط ابيض حتى هو تيجي الكريمه به لذيذه بزاف بزاف. غير جربوا غادي تشوفوا. يعني حتى الا ما درتوش هكا ما درتوش يعني الكريم فريش وديك الشيء ودرتو غير الحليب تيعطي واحد المذاق زوين. حتى انا ضفت واحد 6 الحبات هكا ديال الشوكولاط ابيض، هو اللي تيعطي واحد المذاق زوين للكريمه. المهم حتى نطفي عليها، يعني تنطفي على الكريمه وتعقد لينا، عاد نضيف ديك 6 مرصوات ونخلطوا حتى يذوب لينا هذاك الشوكولاط الابيض. عاد غادي نكبو فوق الكيك انا ما سقيتوش لان تيجي هشيش. الا خفتوا هكا ما يعني يجيكم هكا الاخر يمكن لكم تسقيوه بشويه ديال الحليب. انا ما سقيتوش، درت عليه الكريمه مباشره صافي. وغادي نزينوه بهذاك الكريمه ديك الكريمه ديال البيستاج والشوكولات الاسود اللي ذوبتهم. كما قلت لكم بالنسبه للتزيين تيبقى لكم نتوما الاختيار. يمكن لكم ديروا هذه الطريقه هكا، ولا يمكن لكم ديروا غير شويه ديال الفريز مقطع هكا، ولا ديال الحامض مقطع دواور، ولا المهم التزيين تيبقى نتوما اختياري. الكريمه يمكن لكم ديروا غير الكريمه هكاك صافي بلا ما تزينوا هكا، يعني ديروا غير شي حاجه في الجناب هكا، ولا اللوز ايفيلي، ولا اي فاكهه بغيتو. المهم تيبقى لكم نتوما كما قلت لكم تيبقى لكم الاختيار صافي. انا غنديروا شريطات بحال هكا ومن بعد غادي نزينوا يعني التزيين المعتاد اللي هو ديال كما تنقولوا ديك التزيين ديال الملفي صافي. من بعد كما شفتوا هكا درتو هكاك شريطات، ومن بعد غادي ندوز فيه بحال هكا باش يجي لنا هاد الديكور، يعني باش يجي ديك الديكور فيه زوين، يعني كما قلت لكم بحال الاشكال ديال الملفي. انا هنا كنبدا تيجمد، يعني نحاولوا نزربوا لان ديك الكريمه دغيا تبقى تشد راسها، تدير بحال واحد الغلاف من الفوق، يعني دغيا نزربوا يعني باش انا وجدت هذاك الكريمه ديال البيستاش في الاول عمرتها هي والشوكولات، لان ديك الكريمه دغيا تتشد راسها صافي. زينتها بحال هكا بهذا الشكل هكا تيجي الصراحه المنظر ديالها زوين. ها نتوما تتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها كيف تجي. الصراحه تجي هشيشه، وديك الكريمه كما قلت لكم تجي حتى هي لذيذه. ماشي ضروري الا ما توفرش عندكم ديك القشده الطريه ولا الكريم فريش ولا البانه، ديروا غير الحليب مع الكريم باتيسير غير هو قبل ما تطفيو عليه، او غير مع النشا والسكر والفاني. غير هو ملي تطفيو عليه ديروا فوق داك واحد 6 طروفه هكا 6 ديال الحبات هكا ديال الشوكولاط ابيض، تيعطي واحد المذاق زوين، تجي ديك الكريمه لذيذه بزاف بزاف صافي. كما قلت لكم هذا هو الشكل النهائي، الصراحه جات هائله بزاف بزاف. نتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم، ونخليكم في امان الله. في الملتقى ان شاء الله مع وصفات اخرى.